كتير قوي بيتخيلوا انه الإساءة الجنسية لازم تحصل بين الأغراب، الناس مش على علاقة زوجية ببعض. بس هو حقيقي في ساعات كده ستات تيجي تتكلم في انه العلاقة ما بينها وما بين زوجها سواء كتلامس او كعلاقة كاملة بتتم غصب عنها، بتتم تحت تهديدات مختلفة، بتتم تحت نوع من انواع الضغط. ومش بس الزوج اللي بيضغط، احيانا كمان المجتمع وصحباتها بيقولوا بعض الاقاويل من هنا ومن هناك انه لازم تكوني جاهزة لجوزك في اي وقت، لازم تكوني بتسعديه في اي حاجة هو عايزها. انا لازم اكون جاهزة ولازم اكون بسعد ولازم اعمل كل حاجة، بس ما هو في نفس الوقت ما ينفعش انه الوقت اللي يناسبه هو ده الوقت. ممكن احيانا بيبقى فيه synchronization، الوقت اللي يناسبه هو اللي يناسبني، واحيانا تانية بيكون الوقت اللي يناسبه ما يناسبنيش. اعراض صحية، اعراض مرضية، مرهقة، قلقانة على الولد عنده امتحان بكرة، متضايقة ان البنت مش مبسوطة مع خطيبها، حقك ان انت ما تكونيش في المود. فيا ريت يا سيدي الفاضل لما تفكر ان انت تلمس مراتك راعي حالتها النفسية. ويا ريت يا سيدتي الفاضلة لو مالكيش مزاج ممكن ما ترفضيش بشدة، احتمال لو زوجك شاطر يعرف يدخلك في المزاج.